قلعة أمرغو المخفية أو طائر السمان، حين يروي الحجر حكاية مجد دولة المرابطين في أعالي جبال تونات، بقلم الأستاذة فتح شاطر. وقبل المتابعة لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس. في أعالي جبال المغرب، حيث تمتد السماء الزرقاء فوق قمم شامخة وتتعانق الطبيعة مع التاريخ، تقف قلعة أمرغو كأنها شاهد صامت يروي حكايات قرون مضت، حكايات كتبتها السواعد القوية والعزائم الصلبة في زمن كانت فيه القلاع حصونا للكرامة ورايات للصمود. إن المآثر التاريخية ليست مجرد بقايا أحجار متفرقة، بل هي ذاكرة حية تختزن بين جدرانها آثار الحضارات التي مرت من هنا وتركت بصماتها في المكان والزمان. ومن بين هذه المعالم الخالدة تبرز قلعة أمرغو شامخة فوق قمة جبلية في إقليم تونات، غير بعيد عن مدينة فاس، وكأنها عين ساهرة تطل على السهول والهضاب المحيطة بها منذ قرون طويلة. يحمل اسم القلعة دلالة طبيعية عميقة، إذ تعني كلمة أمرغو في اللسان الأمازيغي طائر السمان، ذلك الطائر الصغير الذي اعتاد المرور عبر هذه المنطقة خلال رحلات هجرته الموسمية من أوروبا إلى إفريقيا. وهكذا ارتبط اسم المكان بحركة الطبيعة وإيقاعها، فكأن القلعة ولدت في حضن الطبيعة وتربت على صخور الجبل الصلبة حتى أصبحت جزءا من المشهد الجغرافي الذي لا يكتمل بدونه. ترجع جذور هذه القلعة إلى زمن الدولة المرابطية، تلك الدولة المغربية التي بسطت نفوذها على كامل المغرب الكبير وامتد سلطانها إلى الأندلس، فكانت قوة سياسية وعسكرية كبرى في القرن ال11 وال12 الميلاديين. في تلك الفترة المضطربة من التاريخ، حيث كانت الصراعات على السلطة تشتد وتتعاقب القوى المتنافسة، شيدت قلعة أمرغو لتكون حصنا عسكريا يحمي البلاد ويؤمن طرقها الاستراتيجية. وقد أدت القلعة دورا دفاعيا مهما في مواجهة الهجمات التي تعرض لها المرابطون، خاصة خلال صراعهم مع الدولة الموحدية بقيادة القائد الشهير عبد المؤمن بن علي. ومع احتدام المعارك وتبدل موازين القوى، احتمى المرابطون داخل هذه القلعة المنيعة بعد سقوط مدينة فاس، لكن الحصار الذي فرض عليها كان شديدا حتى انتهى باستسلامها، لتبقى مع ذلك رمزا للقوة والتحصين العسكري في تلك الحقبة. وقد أثارت هذه القلعة اهتمام المؤرخين العالميين والرحالة الذين مروا بالمنطقة عبر العصور، ومن بينهم المؤرخ المغربي الشهير الحسن الوزان، الذي أشار إليها في كتابه المعروف وصف إفريقيا. وقد اعتقد في البداية أن القلعة تعود إلى العهد الروماني بسبب وجود بعض النقوش اللاتينية على جدرانها، إضافة إلى تشابه بعض عناصرها المعمارية مع الطراز الروماني القديم، غير أن الدراسات الأثرية الحادثة أثبتت لاحقا أن القلعة في حقيقتها من إنجاز العصر المرابطي، وأن ما يبدو من تأثيرات معمارية قد يكون نتيجة التفاعل الحضاري بين الأمم وإعادة استخدام مواد بناء من حضارات سابقة. ومن الناحية الجغرافية تبدو القلعة كأنها جزء من الجبل الذي شيدت عليه، فقد اختير موقعها بعناية فوق قمة مرتفعة تسمح بمراقبة المناطق المحيطة بها على مدى واسع، ويمنح هذا الموقع الاستراتيجي للقلعة قدرة دفاعية كبيرة، إذ يصعب على الأعداء الاقتراب منها واقتحامها بسهولة. وقد بنيت أسوارها بالحجارة القوية، وزودت بعدد من الأبراج الدائرية التي كانت تستخدم للمراقبة والدفاع. وتمتد القلعة على مساحة تقارب 1.4 هكتار، وتتخذ شكلا مستطيلا يبلغ طوله نحو 225 مترا وعرضه حوالي 62 مترا، وتحيط بها أسوار متينة مدعمة ب14 برجا، كما تضم عدة أبواب وقاعات ومخازن كانت تستخدم لحفظ المؤن والأسلحة وتجميع مياه الأمطار، وهو ما يعكس براعة المهندسين الذين خططوا لهذا البناء العسكري بعناية فائقة. وعلى الرغم من مرور قرون طويلة على تشييد هذه القلعة، فإنها ما تزال صامدة في وجه الزمن، تقاوم الرياح العاتية وعوامل التعرية التي تضرب قمم الجبال. وقد أدركت الجهات الثقافية في المغرب القيمة التاريخية الكبيرة لهذا المعلم، فسعت إلى ترميمه والحفاظ عليه ليبقى شاهدا على مرحلة مهمة من تاريخ البلاد.
واليوم أصبحت القلعة مقصدا للسياح والباحثين ومحبي التاريخ الذين يقصدونها للاستمتاع بجمال موقعها الطبيعي وإطلالتها الخلابة على المناظر المحيطة، حيث تمتد الحقول الخضراء وتنعكس أشعة الشمس على مياه سد الوحدة القريب في مشهد يجمع بين روعة الطبيعة وعظمة التاريخ. إن قلعة أمرغو ليست مجرد أطلال من الماضي، بل هي قصة حضارة كتبت بالحجر والإرادة الإنسانية، فهي تذكرنا بأن الأمم لا تقاس قوتها بحاضرها فحسب، بل أيضا بما تركته خلفها من آثار تشهد على إبداعها وإصرارها على البناء في أصعب الظروف. وهكذا تبقى القلعة رمزا للصمود والعمران، ودليلا على أن الإنسان حين يمتلك العزيمة والإيمان بقدرته على البناء يستطيع أن يشيد فوق قمم الجبال معالما خالدة تقاوم الزمن وتحكي للأجيال قصة المجد.